ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انا غبت عنكم قوي وطولت في غيبتي، بس بصراحه كنت بريح يومين كده عند ماما، فتعالوا هاخد لكم مقتطفات من يومي في بيتي وزيارتي عند ماما. بصراحه ما صورتش كتير لان انا معظم الوقت هناك كنت نايمه، يعني ما عملتش حاجه. فتعالوا كده اقول لكم اول حاجه عملتها ايه. كان اول حاجه اليوم ده اللي انا همشي فيه، عملت كبسه. بصوا يا جماعه، الكبسه دي على طريقتي انا، يعني مش الكبسه الاصليه، لان انا في حاجات ما بحبهاش في البهارات وكده، فانا يعني شلتها وعملتها بالطريقه اللي انا بحبها. انا دايما بعملها كده وبتطلع خطيره. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم قوي قوي. بصوا، اول حاجه عملتها شوحت بصله كده لحد ما اصفرت، بعد كده نزلت عليها بالفراخ شوحتها برضو يمين وشمال كده. بعد كده نزلت عليها بالبهارات، بحط ملح وفلفل اسود وبودره بصل وبودره ثوم وبابريكا وكركم. تمام. مش بزود توابل عن كده، ومش بحط القرنفل والقرفه والحاجات دي لان انا مش بحبها في الاكل بصراحه. يعني زي ما قلت لكم بعملها بالطريقه اللي انا بحبها. كنت ضاربه بقى في الخلاط طماطمايه مع فلفل مع فصين توم، ونزلت بيهم كده على الفراخ، خليتهم ياخدوا غلوه كده من غير ما اضيف لهم ميه زياده. لما اتغلوا كده وحسيت ان الطماطم اتسبكت كويس، رحت نزلت على طول بميه سخنه وسبتها بقى تغلي براحتها. كمان شويه كانت الفراخ استوت، فرحت طلعت الفراخ. زي ما قلت لكم بنبه تاني، انا بعمل الكبسه دي على طريقتي. انا بحب الكبسه جدا بالرز المصري، ما حبيتهاش ابدا بالرز البسمتي، فهعملها بالرز المصري. بحط معلقتين سمنه كده وبشوح الرز شويه علشان ما يعجنش، يعني لازم كل رزايه تسخن وتتغلف كده بالسمنه كويس قوي. بعد كده بصفي الشوربه وانزلها عليه علشان ما يعجنش. تمام. لو لقيتها محتاجه مثلا شويه ملح، انا بزود شويه ملح علشان الرز بيكون يعني بيحتاج شويه ملح زياده عن الفراخ، بحسه كده دايما. فزودت لها سنه بسيطه ملح، وبعد كده غطيتها ووطيت عليها النار وسبتها على عين تانية. بنفس شوربه الكبسه عملت بيها شويه ملوخيه بقى. انا فكيت كيس ملوخيه كده من الفريزر عندي، وحطيت شويه توم في الشوربه، وسبتها لحد ما تفك مع نفسها كده على جنب، طفيت النار عليها يعني. بعد كده عملت السلطه بتاعه الدقوس، حطيت طماطمايه وفلفلايه وفصين توم وشويه خضره. انا مش بيكون دايما متوفر عندي الخضره فريش، فبكون دايما مفرزاها كده ومحتفظه بيها في الفريزر عشان لما احتاجها. ضربتها بقى كويس وفضيتها في طبق. وهنا كنت بعمل الطشه بتاعه الملوخيه. التوم ده طبعا عشان لسه طازه نازل فبيكلكع كده وبيكتل، فبحطه كده وبفكه شويه بالمعلقه وخلاص. بصوا الرز طلع كان خطير والله. جربوا يا جماعه الطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا، طريقه رهيبه جدا يعني. المهم الحمد لله اتغدينا بألف هنا وشفا. بصوا شكل الأكل ما شاء الله كان يفتح النفس ازاي. جربوا الكبسة بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه. لو انتوا متعودين تعملوها بالطريقة التانية قولوا لي انهي طريقة عجبتكم اكتر. بعد كده بقى لبست ورحت عند ماما. كان جوزي مسافر فانا نزلت خدت ابني ورحت عند ماما. لقيتها بقى بتعمل بكاكين او قراقيش، انا مش عارفه انتوا بتسموها ايه. المهم اول حاجه هقول لكم المقادير بتاعتها علشان ماما بتعملها تجنن بصراحه. بصوا بتبقى خطيره واحنا كلنا بنحبها. بتحط كيلو سمنه على النار يغلي. الكيلو سمنه بياخد 3 كيلو دي، او يعني 3 كيلو دي بياخدوا كيلو سمنه ايا كان. حطينا كيلو سمنه على النار، وبعد كده حطينا سمسم حسب الرغبه، حسب ما انتوا بتحبوه كتير ولا قليل، يتقدح كده مع السمنه. وبعد كده نزلنا بيها على الدقيق. يعني بتكون سخنه في الاول فبنقلبها في المعلقه، وطبعا الكتكوت بتاعي كان لازم يساعدني. وبعد كده لما بتبرد شويه ببتدي ابسها كده بايدي زي الكحك، وبعد كده بنزل عليها بالميه وبالخميره. كيلو دي بياخد كيس خميره من اللي هي الفوريه دي. فحطينا 3 اكياس خميره. المفروض بندوبها في ميه يعني ونحطها، بس انا عادي حطيتها هنا وحطيت عليها شويه ميه ودوبتهم في العجين نفسه. بنعجنها بيكون ده قوام العجينه، هو مش طري قوي ولا ناشف قوي، بتبقى يعني ايه ماسكه نفسها كده شويه. بنسيبها لغايه ما تخمر، وبعد كده بنبتدي بقى نقطعها ونفردها. دي كانت ماما الله يبارك لها ويديها الصحه يا رب، كانت بتفرد العجين. فقلت اصورها لكم. يعني بنفرده كده بيكون سمكه برضو مش رفيع، اهم حاجه ما تكونش رفيعه قوي عشان ما تنشفش. وبعد كده بنقطعها صوابع زي ما انتم شايفين كده، وبنرصها في السجان. بصوا انا من ساعه ما اتجوزت ما عملتهاش في بيتي بصراحه غير مره واحده. فبحب قوي لما اروح عند ماما اعملها واكلها كده وسط اخواتي واللمه، يعني طول ما احنا قاعدين فاحنا بنتسلى وبناكل بقى قدام التلفزيون او بنقعد مع بعض. بتبقى حلوه قوي كده في التجمعات دي، بناكلها في اي وقت يعني مش بس بنفطر بيها. وبعد كده ابتديت انقش العجين انا عشان انا بحب الشغلانه دي من صغري. بقيت بقى انقش واعمل اشكال وكده. وده طبعا كتكوتي كان لازم يجي برضو يشارك. بصوا هو كان حرفيا بيعجنها يعني يعني بصوا بيضربها وبيديلها بالبوكاس وحاجات غريبه جدا.
المهم هنا كنت بوريكم لما خلصت، يعني بوريكم النقشات اللي انا عملتها في العجين. وهنا بعد ما استوت كانت خطيرة وريحتها مالية البيت، وبصوا يعني بجد جربوها تحفة بجد. المهم ده كان يومنا كده خلص. تاني يوم بقى نزلنا ودينا وديت ابني الكيدز اريا، وودينا اخواتي برضو، قعدنا كده قضينا وقت لطيف مع بعض وكلنا بره. هنا كنت بصور لكم الالعاب، محتاره جدا ابني عيد ميلاده قرب ومحتاره جدا اجيب له ايه لعبه، فكنت يعني بصور لكم عشان تقولوا لي افكار ممكن اجيب له ايه هديه في عيد ميلاده. ودي الكيدز اريا كنت بصورها لكم برضو، والاطفال كانت بتلعب فيها. بصوا انا يعني ابني بيحب المكان ده خالص، فبسيبه كده بيدخل في اللعبه دي وبينسى نفسه، بيقعد يلعب براحته. بعد كده رجعت البيت. انا بوريلكم مقتطفات لان انا عايزه اقول لكم ان الفتره دي كانت على مسافات طويله، يعني انا قعدت اصلا عند ماما حوالي اسبوعين يعني. فانا رجعت بعد الاسبوعين لان جوزي كان مسافر الفتره دي كلها. رجعت بقى لقيت الشقه مردومه تراب زي ما انتم شايفين كده، فنضفتها بقى وروقتها ومسحت مسحه محترمه. وبعد ما خلصت بقى كنت هنا بعمل الاكل. قررت ان انا اعمل لحمه بالبصل، طواجن لحمه بالبصل. انا اول مره اعملها بصراحه، انا ما كنتش يعني بعملها قبل كده يعني بالطريقه دي، او ما كنتش يعني عمري ما عملت طواجن لحمه بالبصل بصراحه يعني، بس شفتها في الفيديوهات كده فعجبتني فقلت اجربها، وطلعت بصراحه رهيبه وسهله جدا وما بتاخدش اي وقت. قطعت اللحمه كده مكعبات، ده كان نص كيلو لحمه فقطعته مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. وقطعت البصل برضو جوانح، ونزلت بقى بمعلقتين سمنه كده، واول ما السمنه اتقدحت قوي نزلت عليها باللحمه. وابتديت بقى اقلب واشوح فيها كتير خالص لحد ما لونها يغير. نزلت عليها بفلفل اسود وسبع بهارات بس، ما نزلتش بملح ولا باي حاجه خالص في الاول. وفضلت اشوح اشوح لحد ما لون اللحمه كده غمق شويه ويعني وتشوحت كويس قوي. بعد كده نزلت عليها بالبصل، فضلت برضو اشوح فيه لحد ما لونه اتغير ودبل كده شويه. بعد كده هنزل عليها بشويه ميه وهسيبها على النار، وكل ما يعني كل ما تحتاج ميه بزود لها، يعني انا سبتها لحد ما ميتها قلت خالص. بعد كده لقيت اللحمه لسه مستوتش فزودت لها شويه ميه تاني، وهكذا لحد ما اللحمه خالص بتصفى ميتها. وبحطها في طواجن واحطها في الفرن. عملت جنبها شويه رز بشعريه وشويه سلطه وبس كده. كان اكل جميل جدا ما شاء الله. وكده الفلوج بتاعنا يكون انتهى، يا رب يكون عجبكم. مستنيه رايكم في الكومنتات، وباي باي.